السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في كل النشاط والحيويه ديالكم. وعوده ميمونه لجميع التلاميذ. نتمنى هذا العام الدراسي يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وبالتوفيق والنجاح. كنعتذر منكم على هذه الغيبه الطويله بزاف. كانت عندي ظروف كثيره 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 بزاف اللي ما نقدش انني نقد نصور او نحط لكم فيديوهات، وكذلك التفاعل ما كاينش على القناه. لهذا ما صورتش بزاف فيديوهات، ما درتش حتى شي فيديو، ما صورتش لكم وصفات، ما صورتش لكم اطباق. يعني كاين بزاف بزاف ديال الحوايج. الصراحه ان شاء الله من هنا لقدام غادي نتقاسم معكم بزاف ديال الحويجات اللي وصفات مجربه، اطباق اللي هي ناجحه. ان شاء الله غادي يكون دائما ان شاء الله الجديد. وكنعتذر مرة أخرى الناس اللي متبعيني راه كيعرفوني وكيعرفوا يعني الوصفات اللي كنقدمها لهم. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، يعني ما غاديش نقدر ما عرفتش اش غادي نقول في حقها، ولكن وصفة زوينة 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 بزاف بزاف. وصفة اللي هي كتحارب التجاعيد وكتشد الوجه، يعني واحد الذهول. يعني غادي تستغربوا بصراحه منين غادي ديروها، ولا انا اصلا منين درتها غير المره الاولى نالت الاعجاب ديالي الصراحه، زوينه بزاف. ما نطولش عليكم، خليكم باش نشوفوا الوصفه. اذا فكما قلت لكم الوصفه ديال اليوم غادي تعجبكم الصراحه. وصفه زوينه بزاف بزاف الناس اللي كيعانيوا من ترهل ديال البشره ديال الوجه. ممكن نستعملوها حتى للجسم. البشره ديال الوجه فهي اللي كتبان لينا بزاف وكنبغيو نعتنيو بها مع بدايه ديال الدخول ديال المرحله ديال الثلاثينات فما فوق. كتبان لنا تجاعيد اولا الخطوط، وخصوصا دوك الخطوط الرقيقه كتبان لنا في الوجنتين ديالنا. ف يعني كندير وصفات، انا اصلا كندير وصفات في البيت، ولكن الوصفه اللي صراحه عجبتني هي هذه الوصفه. انا كنستعمل وصفه ديال زريعه الكتان، راه فايت لي حطيتها في القناه ديالي لان عندي واحد المشكل ديال النشوفيه، يعني جفاف يعني تام خصوصا في البشره ديالي. هذا الجفاف كيأثر عليا حتى على الشنايف وبزاف ديال يعني المناطق اللي كتأثر بزاف بالجفاف. فكنوضع زريعه الكتان على البشره. باش ما نطولش عليكم، الفيديو ديال اليوم ما كيخصش زريعه الكتان، كيخص وانما نحاربوا التجاعيد وفي نفس الوقت نشدوا البشره، وفي نفس الوقت غادي نوحدوا اللون ديال البشره. وانا كنقولها لكم كنعاودها، هاد البشره غادي تلاحظوا التوحيد ديال اللون ديالكم من الاستعمال الثاني. غتلاحظوا واحد الليونه في البشره. غتلاحظوا من بعد ما ديروها غتلاحظوا غادي تلاحظوا يعني افراز البشره للزيوت، خصوصا الناس اللي ما عندهم بشره جافه. يعني واحد الدهون يعني خفيفه غادي تبان لكم على البشره ديالكم من بعد ما غادي تستعملوها. اذا خليكم معايا ما تمشيو فين. اذا الوصفه كما قلت لكم غادي نحتاجوا فيها البابونج فهو كيتواجد عند العطار، يعني كيكون الشكل ديالو بحال هكا. غادي تقولوا ليه البابونج غيعطيه لكم. وغادي نحتاجوا المكون السحري اللي هو خل التفاح. حتى هو كيتواجد عند العطار، يعني انا استعملت فيه هاد العبار هذا. طريقه جد بسيطه يعني، وماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. غادي ناخذوا واحد المقدار ديال البابونج، وغادي نوضعوا عليه تقريبا واحد نص كاس، يعني اللي غادي يغطي لينا هاد الكميه هذه. وغادي نخليوه يطبخ واحد 2 غليات فقط باش ما يمشيوش لينا الفوائد ديالو، يعني يكونوا زيوت طياره. غادي نخليوه يطبخ عفوا واحد الفتره 2 غليات كما قلت لكم، وغادي نصفيوه وغادي نخليوه يبرد، وغادي نوضعوه في واحد البخاخ كي بحال هذا.
انا كنستعملو في هذا البخاخ هذا البخاخ يعني كنستعملو تقريبا كنستعملو كل نهار، وكنستعملو في الفتره الليليه ملي كتكون المسام ديالنا محلوله. اذا كما قلت لكم غادي نخليوه يطبخ، غادي نخليوه يطبخ جوج غليات، وغادي نصفيوه، وغادي نوضعوه في واحد الرشاش كي بحال هكذا ولا البخاخ، وغادي نبداو نرشوا على البشره ديال الوجه ديالنا، وغادي نديروا واحد المساج بسيط يعني للبشره. وغادي نخليوه ليله كامله، والصباح نوضوا ونفيقوا. فاش غنفيقوا غادي نغسلوا الوجه ديالنا بالماء والصابون. انا ما كنستعملش الصابون، انا اصلا بشره جافه. الناس اللي عندهم بشره دهنيه ممكن يستعملوا البشره، ممكن يستعملوا الصابون او لا اي غسول كيغسلوا به الوجه ديالهم. هذه هي الوصفه اللي جبت لكم اليوم. نتمنى انكم تجربوها، راه زوينه 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 بزاف صراحه. انا صراحه عجبتني هذه الوصفه، وليت يعني درت الازاحه يعني جميع الوصفات الاخرى، وبديت كنستعمل هذه الوصفه لانها جمعات بزاف ديال الفوائد، من تبييض، من توحيد البشره، من شد البشره كذلك. اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وانكم تشتركوا في قناه انس اتوم. ونتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. جربوها البنات، راه غادي تعجبكم بزاف. خل التفاح راه عنده واحد الفوائد كثيره جدا، ما غاديش يكون هناك تحسس بالنسبه ما ذكرتوش في الفيديو. ما غادي تحسوا من حتى شي حاجه، يعني ما غاديش يدير لكم حريق في الوجه او لا. انا الصراحه بشره ديالي جافه وحساسه، ولكن وصراحه ولا الوصفه ولمتني بزاف وعجبتني. نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وكذلك الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع اصحابكم ومع العائله. اذا دمتم بخير، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.